السلام عليكم. كنت النهارده ببص على الفراخ وشفت بيضة، بنقول عليها بيضة فبرش. وكلمة بيضة فبرش يعني بيضة ملهاش قشر، يا دوبك القشرة الداخلية هي اللي عليها، أما القشر السميك مش موجود عليها. الفرخة طرحاها هيت. طبعا البيض دهوت بسبب نقص الكالسيوم والاملاح المعدنيه، فلابد ان احنا بصفه مستمره نحط كالسيوم واملاح معدنيه للفراخ البلدي بتاعتنا، لان الفراخ ديت بتقعد عندنا بالسنه وبالاتنين والتلاته والخمسه، فالفرخه بتكبر في السن وبتضعف. فلابد ان احنا يا جماعه بصفه مستمره نحط كالسيوم واملاح معدنيه للفراخ بتاعتنا، علشان البيضه المطروحه الفبرش دهيت اللي هي البيضه اللي هي من غير قشره، تبقى طبعا البيضه تبقى ملوثه كده، ممكن تنفجر بسبب ان هي مفيش عليها الغطاء بتاعها اللي بيحميها اللي هو القشره. فلابد دايما كل يومين في الاسبوع ننزل في كالسيوم وفيتامينات للطيور بتاعتنا اللي هي الفراخ البلدي، علشان نتفادى مثل هذه المشكلة، البيض من غير قشر. طيب لو ما عندكش كالسيوم او مش هتقدر تجيب كالسيوم واملاح معدنية من الادوية البيطرية، نحط الادوية بتاعة الاطفال اللي هي البشري. بعد لو فايض عندنا شوية ولا شيء، ممكن نجيب الجير اللي هو الجير المطفي من عند الناس بتوع البويات، بيتباع شكارة ب5 جنيه او 10 جنيه. منها ان هو بيطهر المكان وبيقلل الرطوبة في المكان، ومنها ان هو فيه كالسيوم. فلابد يا جماعة ان احنا يعني نهتم بطيورنا علشان تنجح وتفيد في الغرض اللي من اجله بنربي الطيور بتاعتنا اهيت. يعني انا كنت عندي الطيور ولقيتها طرحة البيضة زي ما انتم شايفينها اهيت، يعني ممجمجة كده، مفيش عليها قشرة. طبعا ديت لو داست عليها او وقعت هتنفجر، وبالتالي هتكون خسارة كبيرة جدا جدا. فلابد ان احنا نهتم بالطيور بتاعتنا ونراعيها بصفة مستمرة بإضافة الكالسيوم والفيتامينات وكل يعني العناصر أو الغذاء اللي بيفيدها في إنتاج البيض. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله أتواصل مع حضراتكم في كل ما هو جديد. شكرا لحضراتكم.